مستحيل ورسميا النصر السعودي يخسر بنهائي النخبة لآسيا، يعني دور الأبطال آسيا التو. كريستيانو وينك؟ الأسطورة وينك؟ تخسر قدام اليابان، تخسر قدام كامبو، هذا النادي ما معروف، حتى إشعارهم معروف. أول مرة أشوف هيك نادي الله شاد نصر. انتو أساطير عندك لواعيب أساطير، وينكم؟ خرب إنك كريستيانو. النصر خسر ضد كومبي اوسكا مدري ايش. اوف يا كريستيانو يا رجال، ايش صار في حياتك انت؟ ايش مسوي في حياتك؟ اوه يا حبيبي ايش صار فيك انت؟ والله الحظ يا اسوء حظ شفته في حياتي، حظ النصر ضد فريق مدري ايش اسمه اوسكا. شوف يا ابويا، انا تعبت وزهقت والله يا جدعان. الراجل ده بيحصل فيه ليه كده يا جدعان؟ في اخوانا حرام عليك. بقول لك ايه يابا روح اذبح لك عجل ولا اعمل لك اي حاجه. ما ينفعش كده والله، ما ينفع، ما فيش كده. يعني انا عشمي الوحيد على الطين اللي انت بتشوفه في مسيرتك في اخر ايامك مع الكوره ده هو ان يكون سيناريو ان كره القدم بتكرهك العيشه قبل ما تصالحك في كاس العالم 2026. يعني جايز بعد كل الغم والنكد ده في فرحه متشاله في كاس العالم. ده العزاء الوحيد لمحبين كريستيانو رونالدو، مش كده؟ جنب اوساكا في الفاينل بعد التعادل قصاد الهلال 1-1 من كرة من رمي التماس تخسر الفاينل الاسيوي قصاد جنب، ودي اساسا الكونفدراليه الاسيويه، يعني حتى مش دوري ابطال اسيا النخبه مثلا، يعني اللي هو حتى عارف انت اللي يقول لك رضينا بالهم والهم مش راضي بينا اساسا. يا ابويا بقول لك روح اذبح لك حاجه يا ابويا، اذبح لك عجل ولا اعمل لك اي حاجه. في حاجه غلط في حياتك. بص شوف المشكله فين وفكها. بغض النظر عن حبي او كرهي لكريستيانو رونالدو، يلي عم يصير معه شيء ما طبيعي ابدا. يعني رح يتعقد الزلم من لما اجى على السعوديه وعم يخسر بسيناريوهات مو طبيعيه. هل يا ترى هو عم يخذل النصر ولا النصر عم يخذله؟ الصورة دي انا بشوفها بقالي 4 سنين، شكل الحكايه كده خلصت وراحت عليك. الراجل ده من ساعه ما مشى من ريال مدريد والدنيا ما بتضحكلوش لمره واحده بس. متخيل هجمه شبه دي ضاعت وكريستيانو انن فيها وما رضاش يباصي وكان ممكن يجيب فيها التعادل؟ لا دي مش بس بترفضه، لا دي بتعاند معاه وبتديله فوق دماغه. انت كده فاضلك تخسر الدوري وتخسر بطولتين في اسبوع واحد بس. والله العظيم هتفضل عندي وجوه قلبي الافضل في التاريخ. هو ايه القرف اللي بيحصل ده يا كريستيانو؟ ده عنده فاضل 3 دقايق والفريق التاني جايب 1-0 وخلاص النصر هيخسر. مفيش الملعب تاني عشان شكلك بقى نحس قوي عليه. بس كده يا كريستيانو اسيا انتهت. نفسي اعرف هو ليه كل حاجه رفضاك، سواء كاس اسيا او حتى الدوري. بس والله العظيم ولا يهمك حاجه يا افضل لاعب في كل حاجه. والله اكثر شيء مقهور عليه الجمهور اللي حضر. يا اخي انا كنت اقدر اروح بس ما رحت، لان النادي الوحيد اللي مشجعين يخافون اذا جاء نهائي النصر، لانه يسوي اي شيء لانه يفوز. ايش تبغى اكثر من كذا يا اخي؟ مباراه في ارضك وخصم بذاك الصعوبه، في الشوط الاول تتمشون جوا الصندوق وتشوتون والمرمى قدامك، يا تحطها في مدافعهم يا تحطها برا. طيب حطها في الباب يا اخي. نص البطوله مريح لعيبتك، الاسامي عندك افضل. رونالدو ماني يعني من الهلال مغثيني. الناصر صح ما يلعب مركز بس مريح طول الموسم، مو قاعد يقدم اداء كويس. انجلو يوم دخل كنا مو موجود، ما ادري ايش اقول. بس تعرف اللي جاك تبلد داخلي، النادي هذا قاعد يكسب اثم، قاعد يعذب مسلمين والله. عموما يعني بالنسبه لي راح ثاني شيء مهم بالنسبه لي في هذا الموسم، باقي الاهم اللي هو الدوري. فتكفون استرجلوا 90 دقيقه الله يرحم والديكم. النصر ينهزم امام جامبا اوساكا يا اخوان في نهائي اسيا 2. تسديده واحده سددوها جامبا اوساكا فازوا بها على النصر. هجمات النصر لقطه حكم انهزم النصر. لك ان تتخيل انه قبل هذه المباراه النصر مسجل في اسيا 2 33 هدف في 10 مباريات. النصر بشكل عام في موسمه هذا تقريبا ما في مباراه الا وسجل فيها تقريبا. ايش أرض لك يا نصراوية. الآن كيف جيسوس بيتدارك اللاعبين نفسيا بعد سيناريو اوت المباراة الماضية وهزيمة اليوم، والفريق محتاج يفوز على ضمك عشان يحقق لقب الدوري اللي هو اللقب الأهم من بداية الموسم. عجب اللي قاعد يصير، عجب. قولوا لك يا أخوان. السلام عليكم. دوروا معاهم خلاص. آخر هجمة للنصر، آخر فرصة للنصر، آخر فرصة للنصر، آخر فرصة للنصر، آخر قدر يسجل هدف وطلع ما أدري إيش السبب. صدمة. أيوه هذا ما أدري. الشوط الثاني طلعوا المدرب، شيء غريب صراحة، تبديل غريب. انتهت. طيب الملعب وينه؟ انتهت المباراة يا عيال. النصر خسر نهائي كأس آسيا 2. جمهور النصر واو دون يا الدون وحظك يا الدون. لا انت والله غريبة رسمي كذا، والله غريبة يا نصراوية. ايش قاعد يصير؟ والله لعب مباراة كبيرة الفريق الياباني. نادي النصر كيف فرطوا يبكون كيف فرطوا فيها؟ كيف فرطوا مباراة فيها؟ جدا سهلة لكن الغيابات اتوقع انها مؤثرة والله جداً. يا جماعة الخير ما في روح، يمين الله ما احنا شايفين روح في اللعيبة. ودائما اقول النصر هذا الموسم غيابين يأثر على التشكيلة وعلى مستوى الفريق. مباراتين 3 اي فريق اي لاعب يغيب او لاعبين او 3 مهمين في التشكيلة النصر يتأثر.
هم ما يبغوا والله البطولة شوف ذي. كيف صراحه. وين النصراويين؟ وين بالله يدوروا وينه؟ يا نصراوي تسمعني ولا ما تسمعني؟ يقول لك بحقق البطولة رقم 3 الآسيوية، بطولة الآسيوية دوري أبطال آسيا رقم 3. قلنا كيف أنت محقق 1 و2؟ نمشيه يا أخي. طب حققتها؟ لا. وينك؟ بالله شوف وينه؟ ولا تباها كذا؟ كذا؟ وش صار فيك يا جاري؟ هارد لك يا حبيبي، هارد لك يا جاري. يا أخي ما ينفع. هارد لك.